كان يستضيف في الرياض بطولة مجلس التعاون، بطولة كأس الخليج للأندية، وجته مباراة حساسة مع العربي الكويتي. أنا أبغى جمهور الهلال بالذات الشباب الآن يسمعون هذه القصة التي يعني فيها ملحمة كبيرة لجيل الرواد من مدرجات نادي الهلال. لن أتحدث عن النادي ولن أتحدث عن اللاعبين، بتكلم عن المدرجات. زي ما اللاعبين فيهم نجوم، زي ما أعضاء شرف الهلال أو رؤسائه كان طوال مسيرة الهلال التاريخية في نجوم، أيضا في مدرجات الهلال في نجوم. 1986 الهلال، لو تصبر أنت يا أستاذ محمد بس وربنا يهديك وتصبر، بس لو تصبر ربنا يكرمك. نادي الهلال في هذه المباراة كان عنده مباراة ضرورية يلعبها مع العربي الكويتي. هذه المباراة كان لازم الهلال يفوز فيها، كان لازم يفوز فيها، وكان محتاج دعم جماهيري كامل. وسبحان الله تصطك الغيوم وتنزل يعني يوم كامل حنفية مفتوحة، أمطار غزيرة جدا جدا وهواء قوي جدا جدا. بالأيام هذه، بطريقة تسجيل الأيام هذه، لن يذهب أحد تحت حنفية مفتوحة فوق راسه، مش أمطار خفيفة، حنفية بركة موية. شوفوا منظر ملعب الملز في هذا اليوم الماطر شلون كان. شوف اللاعب، الملعب غرقان، الملعب غرقان. شوف المدرجات فل، ما في مقعد واحد فاضي. عشرات الألوف من الجمهور الهلالي حضر المباراة بالرغم من الأمطار الشديدة والريح القوية. تخيل تجلس، يعني لا تخيل في هذه المباراة، واخذ الكاس، أخذ شال صالح النعيمة كأس البطولة. تخيل يعني 20,000 على الأقل أو 25,000 حاضرين، على الأقل 20,000 منهم جتهم انفلونزا. تخيل تقعد تحت المطر 3 ساعات وهواء قوي بارد، ويرجعك الهلال مبسوط لبيتك. قصة تروى وسيرويها الآباء للأبناء من أنصار نادي الهلال. حتى جمهور الهلال عنده تاريخ طويل من الإنجازات والدعم. الحضور على فكرة رغم البرد رغم المطر ما كانوا يحضرون يتفرجون، حماس